يا اهلا بيكم. وطبعا طالما شفتوا الخلفية الجرين ديت اكيد انتوا عارفين الفيديوهات دي عبارة عن ايه. الفكرة كلها ان الفيديو النهاردة هيكون مميز عشان هنعمل حاجة مختلفة غير كل الحاجات اللي احنا عملناها قبل كده على القناة. فاتمنى يا جماعة بجد من كل قلب اللي انتوا تتفاعلوا مع الفيديو ده، لاني بجد تعبت قوي في الفيديوهات ديت. يعني هي تبقى مجموعة فيديوهات كده عشان مش هينفع تنزل على جزء واحد. هنعمل مع بعض أرنوبة لطيفة ظريفة جميلة. ماشي، انا عارفه ان في ناس كتير قوي عملوها على اليوتيوب، ولكن كل واحد وليه التاتش بتاعه وليه الملمس بتاعه في كل قطعه بيعملها. واتمنى تكونوا لاحظتوا ان انا غيرت اسم القناه من كروشيه توتو لكروشيه لولو. فيعني اهلا بيكم يا جماعه معانا في قناه كروشيه لولو، طبعا اختصارا الاسم يعني. فخليني بقى ابدا اول حاجه بالادوات اللي احنا هنحتاجها عشان نبدا نعمل الارنوبه ديت مع بعض. اول حاجه طبعا هنحتاجها هي ابره الكروشيه اكيد يعني. والابره اللي انا هستخدمها النهارده هي ابره مقاس 2.5، وده بيعتمد على نوع الخيط طبعا اللي احنا بنستخدمه. الخيط اللي هنستخدمه معانا هو نانا تريكو، واللي ما شافش الفيديو بتاع الاسعار يرجع ويشوف سعر الخيط ده عامل ازاي. ماشي، والخيط ده انا اتكلمت عنه قبل كده وقلت لكم رايي فيه بالكامل. ماشي، وطبعا هو هنا يعني مكتوب الامتار بتاعته قد ايه. وللمعلومه الشويه دول هيكفونا، احنا هنحتاج يعني حبه كمان صغيرين قوي. الخيط الاسود ده انا مش محتاجه منه كتير، محتاجه منه بس ان انا هعمل رموش مش اكتر من كده. الخيط اللي بعد كده اللي احنا هنحتاجه هو الخيط اللي هنعمل بيه الفستان بتاع الارنوبه، وهنعمل بيه شويه اكسسوارات كده تانية ليها. ماشي، طبعا استخدموا اللون اللي انتوا عايزينه عادي، كل واحد بيرجع لذوقه. ماشي، طبعا اكيد هنحتاج مقص. الحاجة اللي بعد كده اللي احنا هنحتاجها هنحتاج اللي هو العيون. طبعا جيبوا العيون بأي طريقة، انا معرفتش اوصل للعيون يا جماعة التانية اللي هي اللي بتتكبس ديت. ماشي، فكان عندي اللي هو الخرز بتاع اللي هو لونه اسود ده، هو لولي اسود. ماشي، فاستخدمته وبصراحة النتيجة بتاعته جميلة مش وحشة، نتيجة مرضية جدا وشكله لطيف قوي وانتوا هتشوفوه بنفسكم. تمام، لكن اكيد لو لقيتوا العيون التانية برضو هتبقى اجمل واجمل. الحاجة المهمة قوي اللي احنا هنحتاجها بعد كده هي ابرة التنظيف، وللأسف انا ما عنديش ابرة تنظيف صغيرة ومش هستخدم دي، انا هستخدم بعد كده الابرة العادية. واكيد مش هنستغنى عن العلامات، لان شغل العرايس والدباديب وكل ده الاساس بتاعه العلامات. ماشي، لان احنا ما بنقفلش الشغل، بنمشي الاسطر كلها بالعلامات ديت. هنبدأ أول حاجة إن احنا نعمل الدايرة السحرية. طبعا كل شغل العرايس والدباديب والحاجات دي كلها بيبتدي بدايرة سحرية. هنعمل دايرة سحرية وهنعمل جواها 6 غرز حشو. ماشي، طبعا لو في حد بيتلخبط في طريقة الدايرة السحرية ممكن يعني يكتب لي تحت كده في الكومنت، ونعملها في فيديو صغير كده لوحده على جنب خالص. من يعني نخليها تبع فيديوهات اللي هي المبتدئين والكلام دوت. ماشي، 3 4 5 6. ماشي، بعد كده هنبدأ نطلع الخيط كده وهنبدأ نسحبه بحيث ان احنا نقفله. ماشي، وهنبدأ نعمل غرزة حشو في فوق اول غرزة حشو. ماشي، طبعا اول غرزة حشو كده في السطر بتبقى صعبة شوية، بس يعني حاولوا كده فيها هتلاقوا ايه اللي انتوا يعني جبتوها. ماشي، بتبقى يعني ضيقة شوية. بعد كده هنحط العلامة، خلاص يبقى ديت في اول غرزة حشو في السطر الجديد هنحط العلامة. خلاص كده، بعد كده في نفس المكان هو هنعمل غرزة حشو تانية. يبقى كده عملنا في نفس المكان 2 غرزة حشو. خلاص، الباقيين اللي هم ال5 الباقيين هنعمل برضو فوقيهم 2 غرزة حشو. فكده المجموع كله على بعضه بتاع السطر التاني دوت هيبقى 12 غرزة حشو. مش انا اختصر شوية في الجزء ده عشان خاطر يعني الوقت بتاع الفيديو اهوت.
خلصت السطر وعديته واتأكدت اللي هو صح، شلت العلامة، عملت مكانها غرزة حشو، هرجع العلامة مرة تانية. في السطر دوت هنعمل في واحدة غرزة حشو واحدة، وفي التانية نعمل 2 غرزة حشو. ماشي، خلاص كده. المجموع بتاع السطر ده هيكون 18. هخلصه وارجع لكم مرة تانية. خلصنا السطر، وزي ما قلت مرة تانية ان المجموع هيبقى 18. بعد كده مكان طبعا العلامة عملت غرزة حشو، وفي فوق الغرزة اللي بعديها هنعمل برضو غرزة حشو، والتالتة هنعمل فيها 2 غرزة حشو. ماشي، يبقى احنا كده طالعينها ايه بالتدريج اهوت. خلاص، يبقى احنا في السطر دوت هنعمل 2 غرزة فردي، وفي التالتة هنعمل زوجي. ماشي، يبقى 2 فردي والتالتة زوجي. خلاص تمام كده. ولما اخلص برضو هقول لكم على المجموع بتاعهم هيبقى عددهم كام. كده العدد معانا 24 غرزة حشو. خلاص كده وصلنا لنهاية السطر. شلت العلامة، عملت مكانها غرزة حشو. في السطر دوت المفروض تكونوا عرفتوا بقى هيبقى ايه. هنعمل في اول 3 غرز حشو غرزة حشو فردي، وفي الغرزة اللي بعديها اللي هي الرابعة هنعمل فيها فوقيها غرزتين حشو، يبقى 3 فردي، الرابعة غرزتين حشو. تمام. انتوا شايفين اساسا الشكل اللي هو السداسي دوت اللي هو ظهر، فانتوا بعد كده تبقوا عارفين التزايد عامل ازاي يعني. ماشي، السطر اللي فات هيبقوا 30 غرزة حشو، اما السطر دوت هيبقوا 36 لان احنا هنعمل في اول 4 غرز حشو هنعمل فوقيهم غرز حشو فردي، اما في الخمسة هنعمل التزايد. ماشي، هخلص السطر وارجع لكم مرة تانية. خلصنا السطر خلاص ووصلت للعلامة. هشيل العلامة وهعمل في اول 5 غرز حشو فوقيهم هعمل 5 غرز حشو فردي، اما في السادس هعمل التزايد بتاعي. طبعا التزايد كده هو بالتدريج، ماشي، واضح ويعني مفهوم. اتمنى لو في اي حاجة مش واضحة بالنسبة لكم يعني قولولي تحت في الكومنت وانا هجاوبكم عليها على طول. بص، انا هشتغل السطر ده وهشتغل كمان السطر اللي بعده، عشان السطر اللي بعده هيكون التزايد كالتالي هقولكوا عليه. هنعمل 6 غرز حشو فردي، وبعد كده في الغرزة السابعة هنعمل غرزتين حشو، وهنرجع بعد كده عشان بعد كده مش هيكون فيه تزايد ان شاء الله يعني. بصوا، خلصت اهو السطرين زي ما قلتلكوا. هرجع برضو معاكم كده. احنا السطر اللي قبله عملنا فيه 5 فرداني، وفي السادس التزايد 1 2 3 4 5، وفي السادس التزايد. اما السطر اللي بعد كده عملنا 6 فردي، وفي السابع التزايد. ماشي، برضو بتأكد منهم اهوت. تمام. السطر اللي بعد كده برضو هيبقى فيه تزايد تقريبا. انا ضحكت عليكم قلتلكوا ما فيش، بس السطر اللي بعد كده هيبقى 7 فردي، وفي الثامن تزايد. بس ان شاء الله يا جماعة ده اخر سطر فيه تزايد يعني. لسه فيه تزايد قدام في حاجات تانية، بس ده اخر سطر كده فيه تزايد بالشكل ده يعني. ماشي، يبقى هنعمل 7 فردي، وفي الثامن هنعمل التزايد. برضو هخلصه وارجع لكم مرة تانية. خلصنا السطر زي ما انتوا شايفين كده، وعدد غرز الحشو دلوقتي 54. الفكرة كلها اللي احنا نطلع بعد كده عدد ثابت من السطور، وهم 9 سطور. هخلصهم وارجع لكم مرة تانية. زي ما انتوا شايفين كده خلصنا ال9 سطور بتوع اللي هي السطور الثابتة اللي بدون اي تزايد ب54 غرزة حشو، واتأكدت برضو وعديتهم تاني. ماشي، بعد كده هنبدأ نعمل الشكل بتاع الخدود بتاع شكل الأرنوبة عشان الشكل يبقى مجسم كده وشكله حلو. فعملنا غرزة حشو مكان العلامة، وبعد كده هنعمل جنبها 13 غرزة حشو. نتأكد يا جماعة من الأعداد مهمة قوي. ماشي، يبقى كده عملنا 2، فاضل لنا كام؟ احنا كل التوتال على بعضه هيبقى 14، فاضل لنا 12 يعني. اخلصهم وارجع لكم مرة تانية. بصوا، خلصنا كده 14 غرزة حشو. بعد كده هنبدأ في الغرزة 15 اول تزايد بالنسبة لنا. ماشي، الغرزة اللي بعديها مش هنعمل فيها اي تزايد. ماشي، الغرزة اللي بعد كده هنعمل فيها تزايد. في الجزء ده احنا فيه يعني او الجهة دي هنعمل فيها 5 تزايدات. ماشي، يبقى احنا كده بنعمل تزايد بينها فردي،
بعد كده تزايد، بعد كده فردي اهوت، اللي بعديها هيبقى فيها تزايد ماشي، ده كده تالت تزايد معانا. بعد كده فردي ماشي، بعد كده هنعمل تزايد تاني ماشي. بصوا انا برجع راجع، بص انا عملت كام تزايد ماشي. يبقى كده الجهة دي هنعمل فيها 5، احنا عملنا كده 4، يبقى فاضل لنا تزايد كمان، يبقى فردي وبعد كده تزايد ماشي. يبقى في غرزة حشو بعمل فيها تزايد ماشي، وفي غرزة حشو اللي جنبها بعمل فيها فردي. اتمنى الناس تبقى فاهمة اللي انا بقوله يعني، بالذات المبتدئين. يبقى احنا كده عملنا 14 غرزة حشو، بعد كده عملنا التزايدات بتاعتنا. خلاص كده اول تزايد بالنسبة لنا، اول تزايدات دي اللي هو الخد الاولاني يعني ماشي. انا برجع ابص اهو على التزايدات، بقول لكم كده اللي هم 5 تزايدات بس. بعد كده هنعمل 7 غرز حشو فردي عادي ماشي، لحد ما نوصل للجهة التانية. خلصت كده ال7 غرز حشو الفردي. بعد كده هنكرر نفس اللي احنا عملناه من شوية، اللي احنا نبدأ بتزايد ماشي في الغرزة اللي هي التامنة يعني، اللي بعد ال7، بعد كده فردي، بعد كده تزايد ماشي، بعد كده فردي، بعد كده هنعمل تزايد تاني اهوت، بعد كده فردي، الغرزة اللي بعد كده فيها تزايد، بعدين فردي ماشي. بصوا برجع اعدهم اهوت. طبعا الواحد والله بينسى يا جماعة، فلازم باستمرار يعد هو عمل كام غرزة والكلام ده كله. هي كده فاضل واحدة بس هيبقى فيها تزايد ماشي. المفروض الجزء ده احنا هنكمله بغرز حشو عادية خالص بدون اي تزايد، وبعد كده هنطلع ب5 سطور بدون اي تزايد يا جماعة. هخلصهم كل ال5 سطور وارجع لكم مرة تانية اوريكم شكل الخدود هيبقى عامل ازاي. بصوا خلصت كده ال5 سطور، وشكل الخدود بدأ يبرز فعلا. والسطور اللي بعد كده هنبدأ فيها التناقص. خلاص كده احنا التزايد بتاعنا، بصوا الخدود يعني من عن جنب كده باين شكلها، لسه برضو شوية كده هتشوفوا شكلها أوضح وأوضح. السطر اللي بعد كده المفروض انا شلت العلامة اهوت وعملت مكانها غرزة حشو، وهعمل جنبها 13 غرزة حشو. فبالغرزة الحشو الاولانية كده التوتال كله 14 غرزة حشو. فاكرين السطر اللي هو اللي كان فيه تزايد 5 تزايدات؟ اهو السطر ده بقى كده هيبقى قصاده فيه 5 تناقصات، مش عشان يبرز اكتر الخدود ماشي. هعمل ال14 غرزة حشو وارجع لكم مرة. بصوا خلصت كده ال14 غرزة حشو تمام، واتأكدت 100% من عددهم. بعد كده هبدأ أعمل 5 تناقصات. فاكرين لما كنا بنعمل التزايد اللي قلتلكوا عليه من شوية، التزايدات اللي احنا قلنا من شوية عليها، نفس الموضوع بالظبط. هنعمل تناقص، طبعا بندخل في غرزتين الحشو وبنسحب الخيط منهم هما الاتنين. الغرزة اللي بعديها نعمل فيها غرزة حشو عادية ماشي، برضو الغرزة اللي بعد كده نعمل فيها تناقص ماشي، او الغرزتين يعني اللي بعد كده نعمل فيهم تناقص. بعد كده الغرزة اللي بعديهم نعمل غرزة حشو عادية. خلاص يبقى بنعمل تناقص ما بين التناقصين، بيبقى فيهم في وسطهم غرزة حشو عادية. نفس الموضوع بالظبط ماشي تمام اهوت. التناقص ده بقى هيبرز معانا اكتر الشكل بتاع الخد، وهيبقى شكله اوضح وظاهر اكتر، وهتشوفوه دلوقتي هيبقى عامل ازاي ماشي اهوت. كده احنا بنخلص في التناقصات بتاعتنا. بصوا غرزة الحشو دي جيت اعملها يعني معنداني خالص، اللي هو يعني مصرة ان هي ما تتعملش تمام. برجع طبعا التناقصات من تاني عشان نتأكد بس اللي احنا كده عملنا تقريبا 4 ماشي. ففاضل لنا تناقص كمان اهوت ماشي. بعد كده هنعمل 7 غرز حشو ماشي، نفس التكنيك بالظبط بتاع المرة اللي فاتت. احنا كنا عاملين تزايد 5 تزايدات على الجنب ده و5 على الجنب التاني، ما بينهم 7 غرز حشو.
هسيبكم انتوا بقى تعملوا ال7 غرز حشو دول، وبعديهم بالظبط هتعملوا 5 تناقصات بنفس الطريقة اللي احنا عملناها في الجنب دوت، والباقي العدد بقى اللي هيتبقى من غرز الحشو التانية ماشي هتعملوا فوقهم غرز حشو عادية خالص. ماشي، اتمنى يا جماعة ان انتوا متتلخبطوش، بس بجد يعني ما تتخيلوش انا حذفت قد ايه من الفيديو ده عشان يبقى صغير. بصوا انا كده خلصت ال7 غرز حشو، وهبدأ في التناقصات اللي هي على الجنب التاني. مش بس انا سرعت شوية الفيديو في الجزء دوت، نفس اللي انا عملته على الجنب دوت هعمله برضو في الجنب التاني، اللي هو 5 تناقصات ما بين كل واحدة والتانية غرزة حشو. ماشي تمام اهوت. بصوا كده الشكل بتاع الخدود يعني بيبدأ ايه يظهر اكتر، يعني وبيبدأ يوضح اكتر بعد ما بنعمل التناقص. انتي نفسك هتلاحظيها وانتي بتشتغلي. بصوا عمل اهو زي شكل كده، الباقي ده كله هيبقى غرز حشو عادي. بصوا كده انا خلصت اهوت السطر زي ما انتوا شايفين. اظن ان انتوا ملاحظين دلوقتي ان الخدود بقت بارزة اكتر، خاصة لو جبتوا الشغل كده من على الجنب هتلاحظوا ان الخدود بقت ظاهرة اكتر. ماشي تمام. عايزين دلوقتي نركب العينين، عشان هي الجزء ده جزئية مهمة قوي. ممكن نستخدم ابرة كروشيه اكبر شوية عشان نعلم مكان العين. عايزة اعرفكم ازاي تركبوها من غير حتى ما تعدوا السطور. ماشي، هي عامة هتبقى في السطر رقم 19، ولكن بصوا اطبقوا كده الشغل على بعضه، وفاكرين السطر اللي قبل على طول ما نعمل الخدود. ماشي اهو السطر اللي قبل شايفين نهاية الخد دوت. ماشي، نهاية الخد انا حاطة كده ده يعتبر على نهاية الخد. تمام اهو ده السطر اهو مع نهاية الخد بالشكل دوت. ماشي، لو عدينا من فوق بصوا اهوت، نعد كده مع بعض: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. هو السطر اللي تحته على طول ال19. شايفين نهاية اهو الخط دوت اللي هو النهاية بتاعة الخد بتاعنا. ماشي، عند النهاية دي هنحط العلامة اهوت. ماشي اهي العلامة. خلاص كده نعد بعد العلامة ديت 8 غرز حشو، وفي الغرزة التامنة نحط العلامة التانية. ماشي، او نعمل يعني زي ما انتوا شايفين كده بظهر الابرة ببدأ يعني افتحها شوية، يعني افتح غرزة الحشو شوية. ماشي، طبعا لو ابرة اكبر كانت هتبقى احسن، يعني ابرة مقاس 3 كانت هتبقى احسن. تمام. للاسف بقى مش هعرف اخيط قدام الكاميرا، ما بعرفش اخيط خالص قدام الكاميرا عشان بحتاج الشغل يكون قريب مني. ماشي، فهنخيط الخرز دوت مع نفسي وهرجع لكم مرة تانية ان شاء الله. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا ركبت العيون اهيت. شكلها شوية مش مألوف، ولكن استنوا كده واصبروا وهتشوفوا الشكل بعد كده، يعني ان شاء الله يكون كويس. حاولت بقدر المستطاع طبعا عشان ده خرز اللي انا ما بينش الخيط الاسود اللي هو ما بين فاهميني ان شاء الله تكون فاهميني، اللي هو ما بين الخيط كده وما بين الخرزة يعني. ماشي، السطور اللي بعد كده هي سطور تناقص. السطور دي انا هعملها مع نفسي، يعني ممكن اول سطر بس اعمله معاكم، ولكن هفهمكم الموضوع ماشي ازاي. تمام. الموضوع ماشي ان احنا نبدأ باول سطر دوت هنعمل فيه 7 غرز حشو عادي، وفي الغرزة التامنة والتاسعة هنعمل فيهم تناقص، يبقى 7 غرز حشو والتامنة والتاسعة تناقص، وهكذا ونكمل السطر اللي نهايته على كده. السطر اللي بعد كده هيبقى 6 غرز حشو وفي السبعة والتامنة تناقص. ماشي، السطر اللي بعد كده هيبقى 5 غرز حشو وفي الستة والسبعة تناقص. اللي بعديه هيبقى 4 غرز حشو وفي في الخمسة والستة تناقص. فاهمين؟ فهيبقى كده زي تسلسل كده. شفتوا التزايدات اللي في البداية، احنا بقى هنرجع نتناقص بقى بعد كده. ماشي، فهي الفكرة في كده. فأظن إن شاء الله السطور دي تكون سهلة بالنسبة لكم، انتوا تعرفوا تعملوها مع نفسكم. يبقى أول سطر ده اللي هو 7 غرز حشو وفي التامنة والتاسعة تناقص، والتسلسل بعد كده للآخر بقى. اهلا بيكم، رجعت لكم مره تانية. هل انتوا اتخضيتوا دلوقتي اللي انا خلصت الشكل كله؟
بصوا معلش حصل مشكلة والجزء يعني جزء كبير قوي ما تصورش، بس ان شاء الله هتفهموا وهقول لكم وهشرح لكم كده بالتفصيل. فاكرين لما قلت لكم التناقصات بتاعتنا بتبدأ ب7 غرز حشو وبعد كده بنعمل في الثامنة والتاسعة تناقص، ماشي؟ وصلنا لحد كام؟ وصلنا لحد ما عملنا 4 غرز حشو. قلت لكم هرجع لكم يعني لما اعمل 4 غرز حشو وبعد كده في الخامسة والستة تناقص. هنفضل بنفس التسلسل ده لحد ما تبقى غرزة حشو واحدة وفي الغرزتين اللي بعد كده تناقص، ماشي؟ غرزة حشو واحدة وفي الغرزتين اللي بعد كده تناقص، فهنلاقي المجموع بتاعهم 6. فلما نلاقي المجموع بتاعهم وصلوا ل6 هنعمل فوقيهم صف من غرز الحشو الثابت، ماشي؟ وبعد كده هنعمل سلسلة واحدة وهنقص الشغل، خلاص كده ماشي. يبقى بنرجع تاني لل6 غرز حشو بتوعنا في البداية خالص اللي احنا عملنا بيهم الدايرة السحرية، تمام؟ والمكان ده بيفضل مفتوح عادي خالص، ما تقلقوش منه. المكان ده بعد كده هيبقى فيه الرقبة، فمحدش يعني يقلق، المكان ده ليه كده مفتوح. قبل ما الشكل بقى يلم معاكي خالص ويتقفل كده لازم تحطي الفايبر وركزي على منطقتين اللي هي بتاعة الخدود وركزي فيهم الفايبر شوية. حطي الفايبر بحيث القطعة ما تبقاش حجر معاكي وبحيث اللي هي ما تبقاش لينة قوي، يعني تبقى بين البنين انتي قادرة تضغطي عليها عادي، ماشي؟ الجزء اللي بعد كده هنبدأ نبرز شوية الجزء بتاع العين، مش نخلي فيه زي كيرف كده. فالكيرف ده هنعمله ازاي؟ خيط وإبرة بنفس اللون طبعا. اللون ده للأسف أنا مش معايا غير الإبرة اللي هي العادية، قلت لكم في بداية الفيديو اللي أنا مش معايا إبرة تنظيف، فالإبرة دي هتغلبني شوية، بس يعني هحاول بقدر المستطاع إن أنا أفهمكم الجزئية دي هتبقى ماشية ازاي. شايفين الجزء اللي في النص ده؟ ماشي، اللي فيه 6 غرز حشو هندخل من النص ويبقى شغلنا كله أساسا في الرموش كله من النص كده. والمفروض اللي احنا نطلع من الجنب بتاع العين، الجزء اللي هو على الجنب كده في العين، ماشي؟ الحمد لله بعد محاولات طلعنا من الجنب بتاع العين، بس طبعا يعني ايه الموضوع صعب شوية بالإبرة ديت اهوت. شفتوا كده طلعنا منين؟ الجنب بتاع العين. بعد كده بصوا هنلف الخيط، شايفين الخيط اهو بنلفه كده اهو، بننزله بقى فين؟ بصوا اهو يعني في جنب برضو العين بس الناحية من تحت، ماشي؟ بس هل بقى هطلع الإبرة منين؟ هطلعها من الجنب التاني للعين التانية، ماشي؟ اهوت هوصلها لحد ما اطلعها من الجنب التاني للعين التانية اهوت، ماشي؟ انا عايزه اقول لكم ان انا اتشكيت بالابره دي حوالي يمكن 20 مره وانا بعمل الموضوع ده اهوت، خدتوا بالكم كده؟ ماشي، بنفس الطريقه هي هنزلها بقى من تحت اهو من جنب العين اهيت، ماشي؟ والمفروض بقى اللي انا هطلع الابره دي من نفس الفتحه اللي انا دخلت منها الابره في البدايه خالص، ماشي؟ الفتحه اللي من تحت ديت. يبان ان الموضوع سهل ولكن الموضوع مش سهل بالابره دي خالص يا جماعه، تمام اهوت. بصوا بقى كده هنشد شويه، نظبط بس الفايبر كده ونشد بقى شويه حلوين كده، هتلاقوا ان العين مكانها كده بقى فيه ايه؟ بقى فيه كيرف كده، واخدين بالكم انتوا من الحته دي؟ الحاجات ديت اللقطات البسيطه ديت بتفرق قوي في شكل العرايس والدباديب والحاجات ديت، مش دي تركات بسيطه كده بس رهيبه اهو. بصوا تحسوا العين دخلت لجوه بقى ليها مكان كده، بقى الشكل بقى مجسم اكتر. هنبدأ بقى نربط الخيط ده كويس قوي وعادي بقى نخفيه جوه في الايه، في المكان اللي فيه الفايبر، مفيش مشكلة يعني. بصوا عشان وقت الفيديو انا عملت رمش واحد وسبت الرمش التاني هنعمله سوا. برضو الخيط ده انا دخلته من المنتصف كده، ماشي؟ المهم يعني هنعمل الرمش التالت ده برضو مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. والمفروض الرمش التالت هو الرمش الوحيد اللي انا بدل ما هطلعه من النقطة اللي هي في النص دي، لا انا هطلعه من الجنب التاني بتاع العين التانية، ماشي؟ من الناحية التانية بتاعت العين التانية، خلاص ماشي. احاول طبعا اطلعه لان الموضوع يعني يا جماعة مش سهل. بصوا طلعت اهيت اخيرا، يعني طلعت الابرة
بصوا انا مش عايزه اصعبها لكم، بس انا بجد استخدمت المقص عشان اطلعها. بس يا جماعه ابر التنظيف غير، طبعا اللي استخدم ابر التنظيف فاهم كويس قوي ان هي غير خالص. الابر دي اساسا مش الابر المخصصه للحاجات ديت. المهم الخيط اتلعبك في الحته دي ماشي. بس بصوا هشده كده بالراحه خالص عشان ما يتقطعش وما يحصلوش اي حاجه، وعشان الشكل نفسه ما يتاثرش اهوت ماشي. انا بعد كده الحاجات دي كلها بابره الكروشيه من جوه الشغل، من الفتحه اللي تحت ديت ببدا اعدل الحاجات دي كلها. طبعا يعني انا طلعتها في مكان تحسوه اللي هو ايه بعيد شويه عن نفس المكان اللي انا عملت فيه الرموش اللي قبل كده. شايفين المكان بعيد، وانا المفروض كنت المفروض اعملها فين؟ في منتصف المنتصف بتاع العين، من الجنب، من على الجنب كده ماشي. فبصوا هجيب الابره اهوت، هدخلها في نفس الفتحه بالظبط، واطلعها من المكان اللي انا عايزه ابدا منه الرموش ماشي. يا ما بنيأس يا جماعه، ما بنيأس، عملنا حاجه كده بنحاول نظبطها، مفيش اي مشكله ماشي. تمام. بعد كده اهوت يعني الى حد ما يعني مشوها اللي الرموش هتبقى شبه بعض. بعد كده بعمل ايه بقى؟ بصوا اهو الابره اهي، بعد 3 غرز حشو، وبصوا بدخل من الابره وبطلع من نفس المكان اللي انا يعني ايه، من نفس المكان بتاعي، نفس المكان بتاعي بتاع الخيط اهو. شايفين كده اهوت، عشان اعمل اول رمش. طبعا معاناة برضو، بس يعني مش هنيأس يا جماعة، ونسمي الله كده وان شاء الله الابرة تطلع. هنجيب برضو المقص، ما فيش فايدة، ولا ما فيش فايدة فعلا اهو. المقص بقى ايه هو اللي هيشتغل الايام دي، بعمل عملية جراحية. بصوا كده يعتبر عملنا اول رمش، بس على فكرة انا مش مقتنعة بيه. يعني انا قاعدة ببص هنا وهنا، حاسة اللي هو ايه، لا ده كان محتاج سنة كده ماشي. بس هل انا هفكه واعمله من تاني؟ لا طبعا، لا مستحيل. بس في تركايه بقى هعملها عشان اطوله شوية. فهدخل في غرزة الحشو اللي بعد كده. شفتوا انتوا الحتة ديت؟ عشان بس اطول عشان اطول ايه، اطول الرمش شوية. فدخلت خيطت كمان غرزة كمان في غرزة الحشو اللي بعد كده ماشي. بس كده خلاص، انا بالنسبة لي كده حاسة ان الرمش كويس مش وحش. بقيس بقى، بطلع كده ماشي، وقست كده وشفت قد ايه، وبخرج من نفس المكان ماشي اهو. يعني بطلع الابرة من نفس المكان بالظبط ماشي. حاولي بقى تظبطيه كده شوية بحيث يبقى ايه، يبقى شكله كويس ماشي. هتعملي بقى الرمش التالت ايه، نازل لتحت بقى، نازل بتاع لتحت كده شوية. فبرضو نفس الموضوع اهوت. ومن نفس النقطة اللي احنا بدأنا منها الرموش هي اللي بنطلع منها ماشي، بنطلع منها اهوت. انا شايفة ان الفيديو شارح نفسه، يعني انا مش محتاجة ان انا اتكلم. يعني يمكن كلامي انا مش عارفة اوضح بالظبط يعني المعلومة عاملة ازاي ماشي. طبعا ممكن تعملي الرموش اقصر من كده شوية. لا انا كنت بعاني بس مع الابرة، فبشتكلكوا اللي انا بعاني مع الابرة. ممكن تعملي الرموش اقصر من كده شوية، في ناس بتعمل رموش بطرق مختلفة يعني، بس دي الطريقة اللي انا توصلت لها. خلصنا اهوت الجزء ده ماشي. نشد بس الخيط كده، ونحاول بقى ايه نعدل كده في الرموش الى حد ما. يا جماعة الرموش شكلها حلو ومش شكلها وحش، شكلها جميل جدا تمام. وطبعا في جزء من الفايبر كده طلع لون الفايبر بتاعي بينك، يعني في جزء منه بينك يعني كده، ففي جزء من الفايبر طلع. فالمهم يعني ان احنا هندخل في نفس المكان دوت مرة تانية، وهنطلع الابرة بقى منين؟ خلاص احنا كده خلصنا. هنطلع الابرة منين؟ من الجزء اللي هو تحت، الجزء بتاع الراس من تحت ماشي اهوت. بعد كده هنربط الخيط عادي خالص، وهنخفيه برضو جوه الفايبر بتاع الراس. كل حاجة نخفيها جوه الفايبر بتاعت الراس. بصوا خلصت خلاص كده الجزئية ديت ماشي.
ولكن طبعا الفايبر اللي بدأ يطلع دوت بدأت ايه ادخله بالابرة، يعني حاولت والله ان انا ادخله بالابرة على قد ما قدرت، وفي جزء منه كبير دخل. ماشي. وعلشان نعمل البق بتاع الارنوبة هننزل سطر من تحت العين كده زي ما انتوا شايفين، وهنعد 4 غرز حشو. ماشي. وفي الغرزة الرابعة هنطلع منها الإبرة، وطبعا الإبرة احنا هندخلها منين؟ من النص كده الشغل زي ما انتوا ملاحظين كده، الإبرة هتدخل من منتصف الشغل. ماشي. دخلنا الإبرة كده وطلعناها من رابع غرزة حشو، بتأكد اللي هي رابع غرزة حشو. بعد كده المفروض اللي احنا هندخل الإبرة، هنعد 3 غرز حشو بعد الرابعة ديت، وندخل الإبرة بالشكل دوت اهيت. تمام. وبنطلعها من نفس المكان بتاع رابع غرزة حشو. طبعا لو طلع فايبر بقى على الجوانب كده حاولوا تدخلوه بإبرة الكروشيه. ماشي. تمام. اسحبوا بقى بالراحة كده وحاولوا تظبطوا الشكل العام بتاعها عشان شكلها يكون لطيف. ممكن تعملوه طبعا بلون تاني غير اللون ده لو انتوا حاسين اللون ده فاتح، انا نفسي كنت حاسه اللي هو فاتح. لما بنيجي بقى نعمل الجزء اللي هو اللي تحت ده، بصوا كده اهوت بندخل في منتصف. طبعا احنا واخدين كده مساحة ايه 3 سلاسل، 3 غرز حشو، فهندخل في الغرزة اللي في النص. ماشي. ونعد 3 سطور تحتيها ونطلع من السطر التالت، اهم حاجة يكون في المنتصف بس. ماشي. بصوا لما نيجي نطلع اهوت كده كده عملنا زي علامة للجزء دوت. ماشي. انا بقيس اهو كده عشان ادخل مرة تانية في المنتصف، وهطلع من نفس المكان اللي تحت دوت اهو بالابرة بالشكل ده. وخلاص كده هكون عملت العلامة بتاعتي. ماشي. وخلصت كده شكل البق اهوت الى حد ما شكله كويس. لما اجي عايزة اطلع الابرة بدخل في نفس المكان اللي الخيط طالع منه، وبنزل بقى من تحت واطلع الخيط بتاعي من تحت، وابدأ اربط كويس قوي وادخل كل الخيط الزيادة في الفايبر زي ما انتوا عارفين. المفروض كده شكل الراس بتاعنا اكتمل. فاضل كده باقي اجزاء الجسم، وللمعلومة احب ابشركم اللي باقي اجزاء الجسم اسهل بكتير من الراس واسرع كمان في الشغل بتاعها. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. واللي مهتم بالفيديو دوت ياريت يكتب لي تحت في الكومنت، ولو في اي حاجة مش فاهمينها او في جزء عايزينه يتعاد مرة تانية ممكن نعمله في فيديو لوحده. اتمنى الشكل كده بتاع الراس يكون عجبكم. ماشي. واستنوني بقى في الفيديو الجاي عشان نكمل بقية الاجزاء.